السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم يا رب الأيام بخير. النهاردة بقى هنعمل وصفة كده جميلة جدا، كلنا بنحبها وكلنا من عشاقها طبعا، وعشان بنروح نشتريها من بره عايزة لها مبلغ وقدره. احنا النهاردة هنعملها في البيت، بس قبل ما نبدأ الفيديو حطي معايا لايك وشير وسبسكرايب. وان شاء الله مش هتندمي، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. عرفتوا طبعا كده انا قصدي على ايه؟ طبعا طبق الكبده الجميل، اللي هو المشكل القلب والكلاوي والكبده. طبعا الطبق ده جميل جدا جدا، وعشان نشتريه من بره يبقى مبلغ وقدره. تعالوا النهارده هنعمله بطريقه بسيطه جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه. مش هنحط له اي اضافات ولا اي حاجه. تعالوا اوريكم هنعمله ازاي. بس قبل اي حاجه، طبعا الكلاوي دي فيها زي كفر كده من فوق، زي القشر كده. هنبتدي نشيله مع بعض. يعني هو سهل جدا، مش ما فيهوش اي حاجه، مجرد بس ما هنشيل الجلده كده هنلاقيه كله بيطلع بالطريقه دي كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اشيل الكفر ده كله كده. اهو شايفين بيتشال معايا بكل سهوله ازاي. بس كده هبتدي بقى اهو اشطفه تاني، وهبتدي بقى اقطع فيه. طبعا الكلاوي دي جميله جدا برضو، طعمها جميل جدا، بس لما بتستوي حلو، لما بتتعمل صح بتبقى طعمها حلو قوي. بدات بقى ان انا اقطعها قطع كده، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. بس تاخدوا بالكم وانتوا بتقطعوا، لازم السكينه تبقى حاميه، عشان لو بارده هتنتشها ومش هتبقى كويسه. لو وصلتوا معايا لهنا بقى حبيبي، تعالي نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويا ريت اللي عجبه الفيديو يا ريت يكتب لي تعليق حلو منكم. انا التعليقات بتشجعني كتير، وكل فيديو هفضل اقول لكم التعليقات بتشجعني. واي حد عنده اقتراح او اي حاجه انا بقبلها، وبحاول اعمل لكم كل الاقتراحات اللي بتقولها لي ان شاء الله. بصوا كده، خلصت الكلاوي دلوقتي. دي قطعه من القلب، هبتدي بقى اقطعها شرايح كده برضو صغيرة رفيعة. طبعا التقطيع ده كل واحد وعلى حسب ما هو بيحب يقطع. في ناس بتحب تقطعها كبيرة قوي، وفي ناس بتحب تقطعها زي ما انا بقطعها كده. فدي حريتك انتي، على حسب ما بتحبي تاكلي. صدقوني الطبق ده بجد بره، مش عايزه اقول لكم. ويا عالم كمان بيبقى الحاجات دي مستورده ولا بلدي. لكن في البيت احنا بنعملها بنظافه، حتى لو مستورده بتبقى احنا بنعملها ايدينا بنظافه، وبنبقى شاطفين الحاجه كويس وعارفين احنا عاملينها ازاي. لكن بره مش ضامنين هم عاملينها ازاي ولا نظافه ولا كلام من ده. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. كده خلصت الكبد قصدي القلب والكلاوي، وكنت حاطه ميه على النار طبعا بتتسلق. حطيتهم فيها كده وقلت هسلقهم نص سلقه على ما الكبده ابتدي اقطع فيها. وهبتدي بقى اقطع الكبده. طبعا بصوا الكبده لازم برضو السكينه تكون حاميه جدا، لان انتوا عارفين الكبده دي مش بتتحمل وتبتدي بقى تتفتفت مننا. لازم تكون السكينة حامية. طبعا الناس هتقولي انت ليه حطيتي القلب والكلاوي على النار؟ لان انتوا عارفين القلب والكلاوي دي قاسية غير الكبدة. الكبدة يعني يا دوب تشويحتين كده وبتستوي، لكن القلب والكلاوي دي بتاخد وقت في السوا. فانا حبيت ان انا اديهم نص سلقة كده، عشان لما يجي يستووا مع بعض يبقى كله مستوي، ما تقابلكيش حتة مستوية وحتة لأ. بس كده بصوا الكبده بقى زي ما انتوا عايزين تقطعوها شرايح، مكعبات او شرايح شاورما زي ما انتوا عايزين. انا ابتديت بقى اقطعها كده مكعبات، وشرايح صغيره كده. لو وصلتوا معايا لهنا بقى تعالوا نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويا ريت ما تزهقوش من الفيديو، ان شاء الله هيعجبكم، لان هو بسيط جدا جدا، ما فيهوش اي افتكاسه في الوصفه. اتمنى ان البنات الجداد يا رب كده يستفادوا منها. انا طبعا ما بعملش حاجه زياده او اي حاجه. انتوا طبعا كلكم ما شاء الله عليكم شاطرين، بس انا بحاول ادي معلومه كده للبنات اللي لسه جداد، او لحد ما عندوش فكره الكبده او الطبق المشكل ده بيتعمل ازاي مع بعضه.
لعلكم بس تستفادوا لو بكلمة من الفيديو، مش شرط الفيديو كله، لو بأقل كلمة كده تستفادوا منها انا هيبسطني قوي. كده بقى قربت اخلص خلاص الكبدة. طبعا انتوا عارفين الايام دي ايام عايزة الاكلات الحرشة دي بجد، عايزة بقى ايه، اكلة الكرشة والفشة والطبق المشكل اللي انا بعمله. كذا بقى صنف ونوع من اكلات اللحمة، سواء كبسة سواء فتة، الحاجات دي كلها. هحاول كده ان شاء الله بامر الله، ربنا ييسر الحال يا رب، ان انا اعمل لكم كذا وصفة كده لعلكم تستفادوا منها. اقدم لكم لو فكرة بسيطة تستفادوا منها في الفيديو. اتمنى كده يا رب كده اكون افدتكم. بصوا كده، دي الحتة دي مش دهنة، اللي هو السمين اللي هو بيتسلي ده، لا دي حتة كده بس انا مش عارفة اسمها ايه. بصراحة بتدي طعم جميل قوي للكبدة. وهنا كنت خلاص كده خلصت الكبدة معايا، وبدأت بقى ان انا احط معايا هنا صينية. بصوا شايفين اهي، خلاص كده قطعت الكبده كلها. وهنا كانت خلاص برضو الكلاوي والقلب كانت خلاص كده خدت نص سلقه بسيطه. بدات بقى اجيب صينيه هنا واسعه، عندك طاسه عندك صينيه واسعه تحطي اي ماده دهنيه، سواء زيت زبده او سمنه بلدي. بس تحطي فيها بقى لو عندك ليا ماشي، عندك حته دهنه ماشي، المتوفر عندك هتحطيه. بدأت ان انا حطيت بقى كده المادة الدهنية بتاعتي دي، وقلبتها كده عشان تسيح معايا شوية. وجبت هنا بقى معايا بقى الحاجات اللي انا سلقتها دي كده، ورميتها كده في قلب السمنة بتاعتي، وبدأت اشوح فيها كده تشويحة بسيطة. مش هخليها تتشوح كتير عشان برضو ما تنشفش مني، هي بس على قد ما تاخد الصدمة في السمنة كده بالطريقة دي. وهبتدي بقى اوسع مكان للكبدة بتاعتنا. بصوا اقسم بالله الطبق ده اصلا لو دخلتوا اي محل وطلبتوه هيبقى مبلغ وقدره. بس احنا نقدر نعمله باوفر من كده بكتير في البيت. مش شرط يا جماعة ان احنا نبقى نعملها بكبدة بلدي او الحاجات دي، ممكن لو هنشتريها مستوردة بس نعملها بطريقة صحيحة بطريقة بسيطة. غير طبعا بره خالص، بره احنا مش بنضمن هما بيعملوها ازاي، او المحل نضيف او لا، او هم اصلا مستوى النظافة بتاعهم قد ايه. لكن في البيت احنا ضامنين الحاجة بتاعتنا نضيفة ازاي وبنعملها بنظافة. بس كده انا سبت الكبده بقى ما قلبتهاش خالص عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، خليتها تاخد الصدمه كده في الماده الدهنيه. وما حطيتش عليها اي حاجه خالص، غير اني حطيت عليها حبه ملح بس كده وفلفل اسمر. ما حطيتش اكتر من كده. ما حبيتش احط بقى فلفل ولا توم ولا الكلام ده كله. بس انتوا طبعا ممكن تحطوا اللي انتوا عايزينه، طبعا على حسب ما كل واحد بيحب يعمل الاكله بتاعته ازاي. هو انا على طول بحب احط الحاجات دي، بس انا بصراحه الطبق ده ما حبيتش ان انا احط فيه اي حاجه. بصوا هنا كانت استوت وزي العسل، جميله جدا طبعا. كده بقى تقدموها وبالهنا والشفا. بجد طرية ما نشفتش معايا، لا جميلة جدا، تشويحتها بسيطة طبعا. التوابل الكتير بجد بتفقد اي طعم للوصفة اللي انتوا عاملينها. فانا حبيت بصراحة ان انا اعملها بالطريقة دي بس كده، ما تفلاش اي حاجة. كانت ريحتها جميلة جدا جدا. كمان طعمها كان جميل. طبعا تقدروا تقدموها بالطريقة اللي تعجبكم، ممكن تقدموها كده، ممكن تفرشوا خضرة وتحطوا فوق منها الوصفة الجميلة قوي قوي دي. تقدروا تقدموها كمان لو عيش طازة تحطوها في سندوتشات، ممكن سلطة طحينة مخلل، كمان جرجير. ممكن بقى لو عجبتكم الوصفة دي ما تنسونيش بقى في لايك جميل منكم، شير وسبسكرايب، ويا ريت بقى تعليق جميل منكم كده هيفرحني كتير. واتمنى يا رب كده الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.